الطلاق انطلاق. الطلاق ليس هو الحل. أهم جملتين اتقالوا في الفيلم الكوميدي البعض لا يذهب للمأذون مرتين. هما في الحقيقة أكبر بالنسبة لي من كونهم جملتين. هما موقفين في منتهى الحيرة بيفكر فيهم أي شخص، رجل كان أو امرأة، بيمروا بحالة من الضغط والمشاكل، الزهق، الروتين في الحياة وغيرها من مشاعر كتير قوي، يمكن نتيجة لاستمرار الزواج سنين طويلة أو زيادة المسؤولية. ورغم إن الزوج عنده فرصة تانية إنه يكون حياة بجانب حياته الأولانية، إلا إن تبعات الأمر ده دايما بتؤدي لنفس النتيجة مع مر الأيام، وبيقف تاني ما بين اختيارين: إما إنه ينفصل عن حياته ويبدأ من جديد في حياة بقى تكسر كل المشاكل ويعيش فيها حياة العصافير وحلاوة البدايات، أو يصلح ويعافر في حياته الأساسية. الحل ده على غير العادة مش معتمد على درجة الحب ولا الإحساس فقط بالمسؤولية، لكن بيرجع أكتر لقدرة الشخص ده على تطبيق مبدأ مهم قوي، وهو مبدأ المودة والرحمة، اللي لما بيطبق فعلا بيساعدنا ان احنا نوصل لمثلث النجاة. طب ايه هو مثلث النجاة بتاع حياتنا؟ المرونة والتقبل والرضا. الاختيار ما بين امرين صعب، ما يقدرش اي انسان يحسمه الانسان حتى لو كان متخصص. دوره فقط المساعدة، يوضح فقط ايه المكاسب وايه الخسائر. وفي النهاية خليكوا فاكرين، لو دورنا على أسباب نبعد بيها عن بعض هنلاقي كتير قوي، ولو دورنا على أسباب نقرب بيها من بعض برضو هنلاقي كتير قوي. دمتم بحب.